بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي مسوين وصفه مميزه تنفع لعشاء او غدا، اقتصادي جدا وسهله ولذيذه. هي فطاير يابانيه مثل القطن. وانا قصيت واحدة ارويكم اهو، هقرب الكاميرا اهو، شايفين قد ايه خفيفة وهشة وقطنية جدا. هذه على الطريقة اليابانية مش طريقتي طبعا. وصفة سهلة وسريعة وتنفع للعشاء تنفع لفطار طبعا. هي ممكن تحطوا عليها عسل، سكر باودر، شوكليت، بس انا اولادي بيحبوا ياكلوها سادة يعني بدون اي حاجة، فعشان كده انا ما حطيتش عليها اي تزيين. لكن التزيين طبعا يرجع لكم انتوا، فاي حاجة تحبوا تزينوها او وتتاكل بقى مع الفراولة مع الموز، مع شوية عسل أبيض كده من فوقها، مع حليب شاهي، يعني كل واحد حسب ما يريد إن شاء الله. وصفة سهلة ولذيذة. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. مقادير الفطاير البانكيك: عندي هنا 2 كوب طحين زائد 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوب سكر، 2 كوب حليب، عندي 2 بيضة فصلت البياض عن الصفار، ومعلقة فانيلا، وهناخد ربع كوب زيت او زبدة كل واحد حسب ما يسوي. هاخد نص كمية الصفار مع البيض ونصها مع البياض، وهخفق البياض لحد ما يصير مارينج، والصفار مع البيض مع الحليب مع الطحين والفانيلا والزيت، ونرجع نشوف الخطوة التانية. هنا اصحابي انا خفقت الصفار مع الحليب مع الزيت مع الطحين والبيكنج باودر والفانيلا اهو، خفقتهم بالمضرب الكهربائي، وهذا البياض خلقته لوحده. الحين بقى هاخد بالسباتولا، خلاص المضرب مش هنضرب بيه، هخلط الصفار مع خليط البياض من فوق لتحت مثل ما بنسوي الكيك، ونرجع نبدأ نسوي مع بعض. ده الحين اصحابي اهو بعد ما خلطت معاه البياض مثل ما انتم شايفين صار فلافي مثل خليط الكيك اهو، ممتاز. الحين هننتقل على مقلاية للنار ونبدأ التسوية. الحين اصحابي انا حطيت مقلايه تيفال اهي، كل واحد حسب الحجم. انا هعمله بحجم صغير، لو انت تريديه حجم اكبر ممكن. وهناخد مغرفه من الخليط، بسم الله اهو، كل واحد بقى حسب الحجم اللي هو يحبه اهو. بس هي كده هتملى، هتاخد حجم المقلايه، وبعدين هغطي دقيقتين فقط اهو، واهدي النار. هتاخد حوالي دقيقتين او 3 دقايق، ونرجع نشوفكم لما نقلبها. والحين اصحابي اهي بدأت خلاص تستوي، يعني بدأت تتحرك الاطراف مالها. هنحاول، بسم الله اهي، وهكمل بقية الكمية بنفس الطريقة ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعت اصحابي بعد ما خلصت كل كمية الفطاير، وشايفين يعني 2 كوب عملوا لنا 2 4 6 8 عملوا لي 8 من حجم القلاية الصغيرة. وتنفع لو انت برضو تريدي تصغري الحجم اكبر اقل، او تحطي حجم اكبر في المقلاية حسب. وما حطيناش في المقلاية اي لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، بدون اي حاجة، وهي ما بتلزقش. بس اهم حاجة النار تكون متوسطة لهادية، وتغطيها لمدة دقيقتين، وبعدين ترفعي الغطا وبعدين تقلبيها، هتطلع معاكي ممتازة. يا رب الوصفة اليوم تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.